الفصل الأول: الأفكار هي أشياء ملموسة. قصة الرجل الذي قادته أفكاره للشراكة مع المخترع الشهير توماس أديسون. الأفكار هي أشياء ملموسة حقاً، وتصبح قوية عند تحقيقها، خصوصاً عندما يتم مزجها بوضوح الهدف والمثابرة والرغبة المشتعلة لترجمتها إلى ثروة أو أي أمور مادية أخرى. وقبل سنوات كثيرة اكتشف أحدهم صحة حقيقة أن الرجال يفكرون قبل أن يصبحوا أغنياء، وذلك الاكتشاف لم يأتي في لحظة واحدة، بل جاء شيئاً فشيئاً، بدءاً بالرغبة المشتعلة في التحول إلى شريك تجاري للمخترع الشهير توماس أديسون. وإحدى أبرز ميزات تلك الرغبة أنها كانت واضحة ومحددة، فقد أراد ذلك الشخص حقاً العمل مع أديسون وليس العمل كموظف لديه. ولذلك راقب بعناية من خلال قراءتك هذا الفصل وصف كيفية تطبيق ذلك الرجل لرغبته وجعلها واقعاً، وسوف تملك بالتالي فهماً أفضل للمبادئ التي تقود إلى الثروة والغنى. ومع ذلك ومع بروز تلك الرغبة أول مرة في ذهن ذلك الشخص، لم يكن في وضع يمكنه من العمل على تطبيقها، فقد برزت صعوبتان في وجهه. أولاً، لم يكن يعرف السيد أديسون، وثانياً، لم يكن يملك ما يكفي من المال من أجل الوصول إلى حيث يقيم الأخير ويعمل. ويمكن لتلك الصعوبات أن تكون كافية لإحباط أكثر الرجال عن محاولة تحقيق رغباتهم، لكن رغبة صاحبنا لم تكن عادية. المتسول والمخترع. قدم صاحبنا نفسه إلى المخترع في مختبر وقال له إنه جاء ليشاركه تجارياً في أعماله. وكان انطباع المخترع في أول لقاء له مع صاحبنا كالتالي: لقد وقف أمامي كأنه متسول جوال حقيقي، ولكن كان يوجد شيء ما في تعابير وجهه أعطاني انطباعاً بأنه كان مصمماً على الوصول إلى ما يسعى إليه. ولقد تعلمت من خلال خبرتي مع الرجال أنه عندما يرغب الرجل حقاً وبعمق في شيء ما إلى حد أنه يكون مستعداً للمغامرة في كل مستقبله للوصول إليه، فإنه بالتأكيد سوف ينجح في ذلك. ولهذا أعطيت ذلك الرجل الفرصة التي طلبها، لأنني رأيت أنه قد صمم على الصعود حتى النجاح، ولقد أثبتت الأيام أنني لم أكن مخطئاً. طبعاً لم تكن بداية صاحبنا وهو على ذلك المظهر الذي ظهر به في مكتب المخترع أديسون، لأن مظهره بشكل متسول كان بالتأكيد نقيض غايته، وأهمية الحدث كانت الفكرة القائمة في ذهنه. ولم يحصل صاحبنا على الشراكة مع أديسون في مقابلته الأولى، لكنه حاز على عمل بأجر زهيد. ومرت الأيام ولم يحصل شيء يقرب تحقيق الهدف الذي كان يصبو إليه صاحبنا، لكن شيئاً مهماً كان يدور في ذهنه، هو تقوية الرغبة في أن يصبح شريكاً تجارياً لأديسون وتعزيزها. قال علماء النفس عن حق إنه عندما يكون الشخص مستعداً حقاً لشيء ما، سرعان ما يبدو هذا الشيء على مظهره. وهكذا فقد كان صاحبنا مستعداً للشراكة مع أديسون، وأكثر من ذلك كان مصمماً أن يبقى مستعداً لذلك حتى الوصول إلى ما كان يسعى إليه. ولم يقل لنفسه مثلاً: ولكن ما فائدة الانتظار؟ ربما يجب أن أغير رأيي وأعمل في مكان آخر. بل قال: أنا جئت إلى هنا لأصبح شريك أعمال أديسون، وسوف أحقق هذا الهدف حتى ولو استغرق ذلك بقية حياتي. وكان يعني كل كلمة يقولها. فكم ستكون قصة حياة الكثير من الرجال مختلفة لو أنهم تبنوا هدفاً محدداً وواضحاً وتمسكوا بذلك الهدف حتى أصبح هاجسهم الحقيقي كل الوقت. ربما لم يعرف صاحبنا تلك الفكرة، لكن تصميمه القوي والمندفع ومثابرته على تحقيق رغبة واحدة منفردة أديا به إلى مواجهة كل الصعوبات،
وجلبا له الفرصة التي كان يسعى وراءها، الفرصة الثمينة. وعندما جاءت الفرصة الثمينة ظهرت بشكل مختلف عما توقعه صاحبنا، وذلك في الحقيقة هو سر من أسرار الفرص الثمينة، أي التسلل من الباب الخلفي، بحيث تأتي الفرصة متنكرة بشكل من أشكال سوء الحظ أو الانهزام المؤقت، وربما لهذا يخفق الكثيرون في التعرف إليها. في ذلك الوقت كان المخترع أديسون قد أكمل إنجازه في اختراع آلة مكتبية جديدة كانت تعرف بآلة الإملاء، ولم يتحمس موظفو المبيعات عنده لتسويق تلك الآلة، ولم يؤمنوا أنه يمكن بيعها دون جهد كبير. وهكذا رأى صاحبنا فرصته الثمينة التي تسللت بهدوء متخفية في آلة غريبة الشكل لم تثر اهتمام أحد سوى المخترع نفسه وصاحبنا. وأيقن صاحبنا أن بإمكانه بيع الآلة المذكورة، فقدم اقتراحه إلى أديسون وحاز على فرصته بسرعة، وباع الآلة حقا، حتى أنه باعها بنجاح لافت، الأمر الذي حدا بأديسون إبرام عقد معه يخوله توزيع وتسويق الآلة في أنحاء البلاد كافة. ومن خلال ذلك العقد الذي كان حقا شراكة تجارية أصبح صاحبنا غنيا بالمال. وما هو أعظم من ذلك بكثير أن هذا الرجل أثبت أنه يمكن للإنسان أن يصبح غنيا بواسطة الأفكار. أفكر وأصبح غنيا. وهكذا إذا قسنا رغبة صاحبنا المتسول الأصلية ماليا، نجد أنها جلبت له في نهاية الأمر 2 أو 3 ملايين من الدولارات، لكن العدد غير مهم بالمقارنة مع ما كسبه من المعرفة المؤكدة والملموسة بأنه يمكن تحويل دافع فكري نظري إلى عوائد مادية بتطبيق مبادئ معروفة. لقد عمل صاحبنا المتسول على التفكير، أولاً بالشراكة مع المخترع العظيم والتفكير في صنع ثروة، ولم يملك ما يمكن البدء به باستثناء معرفة ماذا يريد والتصميم على الاحتفاظ برغبته حتى تحقيقها.